يأتي في آخر الزمان رجل حبشي ضخم أسود البشرة أفحج القدمين يهدم الكعبة حجرا حجرا ويسلب كنزها، ثم يأخذ كسوتها المرصعة بالذهب ويحرقها، ولا يتبقى منها سوى بقايا حطامها، ليهتف الجميع باسمه وهم في كامل سعادتهم، ومن بعدها لن تعود الكعبة أبدا. فكيف ستبدأ المعركة؟ وكيف يهدمها وقد جعل الله مكة حرما آمنا؟ إنه الحدث الأعظم على يد ذي السويقتين في آخر عهد الدنيا وقرب قيام الساعة، وبعد زوال الإسلام وموت أهله، وحتى ينقطع الحج ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله، في وقت تخلو فيه الأرض من أهل التوحيد ولا يبقى فيها إلا شرار الخلق، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. تلك الكعبة المشرفة قبلة المسلمين التي بنيت من قبل النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام على مر العصور، وشهدت العديد من الأحداث بما في ذلك الغزوات والتجديدات، لكنها ظلت دائما رمزا للإيمان والتوحيد، لذا جعلها الله مكانا آمنا حتى قرب يوم القيامة وخراب الدنيا. فسيأتي ذو السويقتين بعد أحداث عديدة ستظهر تباعا، بداية من ظهور المهدي المنتظر الذي سينشر العدل والسلام في الأرض، ونزول سيدنا عيسى عليه السلام إلى الأرض، فتكتمل بيعة المهدي بالقرب من الكعبة المشرفة وحولها، ويقضي على المسيح الدجال. حينها سيعيش المسلمون فترة وهم ظافرون غالبون، وفي حالة رخاء وانتصار على أعدائهم، ثم فجأة يسمع صوت صداه قد يهز العالم، إنه السور الذي يحبس خلفه يأجوج ومأجوج، يهدم وتخرج منه مليارات البشر يسعون في الأرض فسادا ويقتلعون الدول ويأكلون البشر، لدرجة أن جيش المسلمين بقيادة سيدنا عيسى والمهدي لن يقدر على جبروتهم، فيفرون إلى جبل طور سيناء ويتعبدون لله أن ينصرهم ويحمي ما تبقى منهم، ومن ثم تأتي معجزة إلهية ويرسل الله على يأجوج ومأجوج الدود ليأكلهم، ومن ثم ينزل المطر برائحة المسك ليطهر الأرض من دمائهم، لينزل عيسى من الجبل ويرى دعوته قد أجيبت، والأرض قد أنبتت ثمارها فتعمر الأرض، ويحكمها سيدنا عيسى من مشرقها إلى مغربها لسنوات وينتشر العدل. وبعد بضع سنوات يموت عيسى عليه السلام لينتشر الكفر من جديد، لدرجة أن البشر لا يتذكرون اسم خالقهم، فيخرج رجل ضخم أسود البشرة وبرأس صلعاء وبين قدميه تباعد، يدعى ذو السويقتين في مرحلة متأخرة، سمي بذلك لصغر ساقيه، فيمسك بمطرقة هائلة الحجم ويضرب بها الكعبة، وخلفه جموع البشر يهللون ويكبرون باسمه، فيهدم الكعبة بإذن الله وأمره، لتكون هذه المحاولة الثالثة الناجحة والأخيرة لهدم الكعبة على يد الكافر ذو السويقتين، ومن بعدها لن تعمر أبدا. حينها لن يبقى مؤمن موحد بالله على وجه الأرض، فيبعث الله ريحا طيبا يقبض بها جميع المؤمنين ويبقي الكافرين، لتكون هذه من آخر علامات الساعة الكبرى، ومن ثم تقوم الساعة. فاللهم هون علينا يوما تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد في أرض المحشر، يوم لا ظل إلا ظلك، فاللهم أظلنا بظلك الكريم، واسترنا بسترك الجميل، وأدخلنا الجنة بغير حساب.